شغلتنا يا صديقي تلخيص وتظبيط الأفلام لحضرتك عشان تستمتع بيها وانت بتشوفها. لو ما سمعتنيش قبل كده يسعدني انك تسمعني وتتابعني، ولو هتتابعنا يبقى تصلي على النبي الأول وتروح تجيب القهوة الجميلة بتاعتك. ويا ريت قبل ما نبدأ ما تنساش اللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد. فيلمنا النهارده بيبدأ بمجموعة من الشباب والقائد بتاعهم اسمه سيرمان في نهر اسمه سنداهو في الهند، وراحوا النهر ده عشان يصطادوا تمساح كبير قوي. وفجأة بيهجم على سيرمان، وبسرعة سيرمان بيتفادى التمساح، وبيحاول التمساح المتوحش انه يقلب المركب. سيرمان مش هيسكت وصمم انه يعمل له خطة عشان يصطادوا بيها. خلى التمساح بينط من فوق المركب وراح ضربه بالرمح في بطنه. بياخد التمساح وبينزله تحت المية، وبيفضل معاه شوية تحت المية. بيسيبوا سيرمان وبيطلع، وبيلاقوا التمساح طلع فوق المية وهو ميت والرمح في بطنه. وبيفرحوا لان التمساح ده كان بيهدد القرية كلها. وبيرجع بيه، والقرية بتستقبلهم بالهتاف والترحيب. وكمان البنات اللي في القرية بيبقوا معجبين قوي باللي عمله البطل سيرمان. رئيس القبيلة بيكرمه بعد كده بسلسلة، وبيقول له انها هتخليه قوي قوي ولازم يحتفظ بيها وما يفرطش فيها ابدا. بيروح بيت عمه درجان بعد كده، ومرات عمه بتستقبله بكل حنان لان ابوه وامه اتوفوا لما كان سيرمان صغير وهم اللي ربوه، ومن صغره وهو عايش معاهم. فبتقول له مرات عمه بيما انا كنت قلقانه عليك قوي. فرد عليها سيرمان وقال لها ما تخافيش عليا. سيرمان وهو نايم بيحلم بحيوان له قرن واحد ومدينه كبيره، وبيصحى سيرمان على صوت بيما مرات عمه وهي بتغني بنفس النغمه اللي كانت في الحلم. فبيقول لها عن الحيوان ده وانه دايما بيشوفه في احلامه. قالت له بيما يا ابني ده مجرد حلم، ما تشغلش بالك انت. قالت له مش هتروح لعمك بقى عشان تساعده في الارض؟ بيروح سيرمان لعمه، فبيقول له المحصول السنه دي قليل يا ابني لان النهر شكله كده غير اتجاهه والميه قليله. في الوقت ده بيقول لعمه ممكن اروح مع الناس اللي رايحه تبيع المحصول في مدينه موهنجدارو. عمه رفض انه يسافر، فسيرمان سابه ومشي. في الفجريه بيروح هو وصاحبه هوجو وبياخدوا المحصول عشان يروحوا يبيعوه من ورا عمه. لما عمه درجان بيشوفه بيقعد يتكلم معاه، واخيرا بيوافق على سفره وبيعه للمحصول. ونصحه وقال له ما تحاولش تقلل من سعر البضاعه بتاعتك، وبيديله هديه وقال له ما تستخدمهاش الا اذا كان الموضوع خطير. وفي طريقه مع القافله للمدينه بيفتح الهديه، فبيلاقي خاتم وعليه حيوان بقرن واحد. ولما بيوصل وبيشوف شعار المدينه، فواحد من اللي معاه قال له الشعار ده متكون من 5 حيوانات، كل واحد منهم بيعبر عن مدينة قوية، وشعار مدينة موهنجدارو هو الحيوان أبو قرن واحد. سيرمان بيحاول يعرف إيه حكاية الحيوان ده أبو قرن واحد، وهو داخل المدينة بيقعد يبص قوي، وبتطلع هي المدينة اللي بيشوفها دايما في أحلامه. وبيقابل الراجل العجوز جاكيرو وبيقول اهرب من هنا بسرعة، ده كل الناس اللي هنا يا ابني حرامية، إيه اللي جابك؟ سيرمان بيصعب عليه الراجل لأنه مجنون وشكله مبهدل، فبيديله الشال بتاعه وبيدفيه. وهو ماشي سمع واحد من الحراس واللي كان بيقول إن جاكيرو ده كان واحد من اللي أسسوا المدينة وكان له شأن عظيم، بس هو اتجنن. بعد كده بيدخل سيرمان السوق وبيجي له واحد عاوز يشتري بسعر قليل، فبيرفض عشان كلام عمه لما قال له ما تقللش من السعر. واحد تاني بيجي واسمه لوسار، فبيقول له اقبل بالسعر ده لان السوق نايم ومفيش بيع. بعدها بيجي الامير مونجا وهو بيقول للتجار انه هيبدل بضاعتهم بحجرين ماس بس مش اكتر، وكان الاساس في المقايضه 4 احجار مش 2. ولما بيضرب واحد من التجار سيرمان بيتضايق وبيقول للامير انت كده مش عادل. بيجي لوسار وبيمشي الناس وبيقول للامير مونجا معلش الشاب ده لسه جديد هنا وما يعرفش حاجه. بيرجع سيرمان لهوجو بعد ما بيقول له انه عاوز يمشي لان مفيش عدل هنا. فجاه بيشوف البنت الجميله تشاني بنت كاهن المدينه، وبيقرر انهم يقعدوا في المدينه. بنروح بعد كده للملك مهام، وبيكون والد الجميله تشاني واحد من المجتمعين معاه، ومعاهم عدد من المجلس واللي بياخدوا رايهم في القرارات اللي تهم المدينه. شيخ المزارعين بيعترض على قرار الملك مهام لانه عاوز يبني سد على النهر يمنع الميه انها توصل لمدينه هرابه عشان يوقع المدينه وياخدها، وبيقول له المفروض انهم يعتنوا بالبيوت اللي في المدينه لانها قديمه وهتقع. الملك رد عليه وقال له انا هفرض ضرائب على الناس عشان اعمل السد وكمان ابني البيوت اللي هتقع دي بيها. وعلى الرغم من رفض شيخ المزارعين الا ان المجلس بيوافق على قرار الملك، فبيتصدم وهم ماشيين. فالملك بينادي على شيخ المزارعين، فقال للملك مهام انا عارف انك كنت شيخ التجار في مدينه هرب، وملك المدينه عارف انك بتسرق الخشب من المدينه وبتبيعه، علشان كده نفاك للمدينه دي، وعشان كده الملك مهام عاوز يعمل سد ينتقم بيه من الملك ومن المدينه. الملك بعد كده بيقتل شيخ المزارعين وكل الحراس اللي كانوا معاه، وبيروح الملك بالليل الحفله اللي عملها لاستقبال التجار. سيرمان موجود في الحفله وبيشوف تشاني فبيرقص وبيغني مع الناس اللي بيغنوا، وتشاني كمان بترقص معاهم وبتغني. تاني يوم الصبح سيرمان بيشوف تشاني في مكان عالي، فبيعرف من لوسار ان المدينه مقسومه نصين، نص فوق للاغنياء بتاع الحكام والشيوخ، والنص اللي تحت للناس العاديه والتجار. فبيقول للوسار انا عاوز ابقى مع الناس اللي فوق، انا عاوز اشوف تشاني. فلوسار قال له لازم تبقى من الطبقه العليا ولازم حاجه غاليه عشان تعدي. فبيطلع سيرمان الخاتم وبيقول له ينفع ده؟ استغرب لوسار ان سيرمان معاه
الخاتم ده بيروح سيرمان للمنطقه بتاعه الاغنياء وبيرسم نفسه قوي، وبيدي الحراس الخاتم وبيعدي هو وهوجو ولوسار. وبيشوف ساعتها تشاني وهي ماشيه مع ابوها الكاهن، فجاه الخيل اللي مربوطه بتتفك وبتجري ناحيه تشاني. بيجري سيرمان بسرعه وبيوقف الخيل وينقذ تشاني. بتروح تشاني وابوها عشان يشكروا سيرمان. سيرمان بيقول له انا مزارع بسيط، وبعدها بيمشوا. هوجو بيقول لسيرمان اوعى تفتكر ان ممكن تشاني تعجب بيك عشان انت مجرد مزارع بسيط وعلى قدك. بعدها بيروح السوق وسيرمان قاعد يفكر في تشاني، وده اخر يوم في السوق وهيخلص. بيقرر سيرمان انه يروح المعبد لتشاني عشان يشوفها، فبيلاقي والدها واقف قدام تمثال حيوان له قرن واحد. فبيقول للكاهن انه بيحلم بالحيوان ده، وبيطلع له الخاتم وبيوريه له. فالكاهن قال له انت جبت الخاتم ده منين وازاي؟ فقال له سيرمان ان عمه هو اللي اداهوله عشان يحميه. فسأله الكاهن عن اسم عمه واسرته، فقال له عمي اسمه درجان ووالدي اسمه سروجان، وان ابوه وامه ماتوا بالطاعون. الكاهن اتصدم وساب سيرمان ومشي. وكمان سيرمان بيشوف تشاني وبيمشي بعدها، ولما بيرجع للسوق بيشوف لوسار وهو بيجري مع الحراس، ولما بيحصلهم بيلاقي شيخ المزارعين ميت هو ورجال. لوسار قال لسيرمان ان اللي قتلهم الملك مهام ومحدش يقدر يقرب منهم. بيرجع سيرمان تاني للسوق وبيكون متضايق قوي لانه مش عارف يدافع عن الناس الغلابه. وهنا بيسأل نفسه انا مين، وكنت دايما بشوف المدينه دي ليه في احلامي، وازاي عمي معاه الخاتم ده اللي بس مع الناس الاغنياء والطبقه العليا دول. وقرر انه يستنى في المدينه لحد ما يعرف هو ايه الحكايه بالظبط. في الوقت ده بيجي واحد من عند الملك وبيقول للناس ان الضرايب اتضاعفت، فكل الناس بتزعل لانهم مش قادرين يدفعوا ضرايب اصلا. بيكلم سيرمان الراجل وبيقول له روح للملك وقول له ان محدش هيدفع حاجه، وان كل الناس معايا وانا معاهم ومش هسيبهم. الملك لما بيعرف بيستغرب لان محدش من المدينه عارضه في اي حاجه من 20 سنه. وبيؤمر المساعد بتاعه واللي اسمه كولكا انه يروح يدور على الراجل اللي اعترض على كلامه ده. وبتكون تشاني قاعده في المعبد سرحانه وبتفكر في سيرمان، وبتلاحظ صديقتها جونو انه باين عليها الحب قوي وانها بتفكر في سيرمان، وبتحذرها من الحب ده وبتقول لها الحب ده مستحيل، انت نسيت انت مين وهو مين. بعدها تشاني بتلبس لبس عادي وبتروح السوق عشان تشوف سيرمان. بعدها بتقابل سيرمان وجونو صاحبتها معاها. سيرمان بيتكلم مع تشاني وهوجو بيتكلم مع جونو، من الواضح كده ان كل اتنين بيحبوا بعض. بيعرف سيرمان من كلام تشاني انها نزلت عشان تشوفه، وبتقول له انها مرتاحه هنا اكتر من فوق لانها هنا بحريتها. وبتروح مع سيرمان بيلفوا في المدينه وبيتفرجوا عليها وبيفضلوا يغنوا ويرقصوا مع بعض، وبيزيد حبهم اكتر واكتر. بس بيجي كولكا اللي تبع الملك وبيشوفهم، بتروح جونو تحذرهم انهم يهربوا بسرعه، وبيهربوا فعلا من شارع لشارع من كولكا. وبعدين بيرجع كولكا للملك وبيقول له انا مش لاقي الراجل اللي اعترض على الضرايب. وما كانش كولكا يعرف ان ده هو سيرمان. وبيقول للملك ان تشاني كانت واقفه مع شاب غريب. الملك بيقول للمنجم بتاعه حدد لي يوم انا عاوز اعلن جواز تشاني من ابن الامير مونجا. فالمنجم قال له ما ينفعش يتجوزوا الا لما يعدي عليهم عيد طقوس القمر. وبعدها بنشوف جونو وهوجو وهم بيحموا الحيوانات، وسيرمان بيسالها عن تشاني لانه مش لاقيها في المعبد. فبتقول له ان تشاني في بيتها ومش هينفع تخرج عشان طقوس عيد القمر. وبتقول له ان في نص الليل وقت ظهور القمر كل اتنين حبوا بعض بيعترفوا لبعض بحبهم وبيتجوزوا. طبعا سيرمان عاوز يطلع فوق لتشاني عشان يعترف بحبه ليها ويتجوزها، بس لوسار بيقول له لو الامير مونجا عرف هيخلص عليك. سيرمان صمم وقال له ان لازم اروح اشوف تشاني. بيروح سيرمان بالليل الحفل وبيشوف الملك مع ابنه مونجا، وهم بيدوا الذهب للتاجر اشمي عشان يجيب لهم سلاح وكمان مواد عشان يبنوا بيها السد مش بيوت القريه زي ما قالوا. ولما مونجا شافه وراح يدور عليه اتنكر مع الفرقه اللي هتقدم العرض، وفعلا بيبدا العرض وبيرقص معاهم. وبتيجي تشاني وهي بتغني وبتقابل سيرمان، وبتنزل تشاني للميه وبتطلع عشان تغير هدومها. سيرمان بيروح لها غرفتها وبيقول لها انه بيحبها. تشاني بتقول له انا كمان بحبك. ولما مونجا بيجي يستخبى سيرمان وتشاني منه، فتشاني بتقول لمونجا انا بغير هدومي. فسالها مونجا انا عاوز اعرف مين اللي كان معاكي في السوق، قالت له محدش كان معايا. بيخرج مونجا من الغرفه، فسيرمان بيقرب قوي من تشاني وتشاني بتقرب منه لانهم بيحبوا بعض قوي. وفجاه تشاني تصدم سيرمان وبتقول له انها لازم تتجوز مونجا. طب ليه؟ قالت له انا لما اتولدت امي ماتت، واللي امها بتموت وهي بتولد بنتها بتبقى نذير شؤم على المدينه وهي طفله صغيره. المنجم قال ان تشاني دي هي المختاره وان هي اللي هتحكم المدينه لانها مباركه. علشان كده قرر الملك مهام ان ابنه مونجا يتجوزها وبحضور مجلس الشيوخ كلهم لما تكبر وتوصل لسن الجواز. وبتكمل كلامها لسيرمان وبتقول له عرفت ليه انا هتجوز مونجا؟ سيرمان قال لها احنا لازم نغير الكلام ده. بيخبط الباب، فبيخرج سيرمان من الباب اللي ورا وهو بيجري بيخبط في الملك، فبيعتذر له
وبيكمل جري. تاني يوم بتكون تشاني في المعبد والملك مهام بيقول لها ان طقوس القمر خلصت وخلاص جه الوقت اللي هتتجوز فيه ابنه مونجا، ولا كانه موجود وبتسيبه وتمشي. ابوها الكاهن بيقول للملك ان تشاني لسه صغيره، ممكن نستنى شويه، بس مونجا بيعترض بيقول له لا، ده انا كمان شفتها من فتره مع شاب غريب ولازم اتمم الجوازه دي بسرعه. الملك مهام قال للكاهن جهز نفسك انت وبنتك لان الفرح بتاعهم بعد يومين وده قرار، ابقى عارضني بقى، وبيمشي ويسيبه. فعلا بتبدا مراسم الجواز وتشاني في غرفتها ولاشي ام مونجا معاها وبتقول لها انا عارفه انك مش بتحبي ابني مونجا، وانا عارفه ابني وعارفه طبعه القاسي وانك لما تتجوزيه هتغيريه. سيرمان بيلاقي طريقه وبيوصل لتشاني وبيقول لها مش هينفع تتجوزي مونجا، فبترد عليه وبتقول له انا المختاره، القرار ده مش قراري ولازم الجوازه دي تتم، وكمان لو عرضنا الجوازه دي ابويا الكاهن هيموت. سيرمان قال لها اختاري من قلبك وانا هحميكي من الملك ومن ابنه مونجا. فجاه بيجي مونجا وبيمسك سيرمان وبيحاول يضربه، بس سيرمان بيضربه لحد ما يوصلوا هما الاثنين عند البوابه اللي بتفصل الطبقه العليا عن الطبقه السفلى، والباب بيفتح والناس بتشوف سيرمان وهو نازل ضرب في مونجا. بيجي الملك مهام ووراه كولكا وهو بيقول له ان الشاب ده هو اللي حرض الناس ما يدفعوش الضرايب، فبيحكم عليه الملك مهام بالاعدام. بيتدخل الكاهن وبيطلب العفو عنه لانه غريب وما يعرفش قوانين البلد، ولما فكر الملك قال انا لو عفيت عنه هبقى قدام شعبي حاكم طيب ويطيعوني. فقال لهم انا هعفو عنه بس بشرط انه يقابل بكار وزوكار. كل الناس اتخضت لانه مش اختبار عادي، ده نهايته الموت، ولان سيرمان قوي وما بيخافش فقبل الشرط، وقال للملك لو فزت انا همنع جواز تشاني من مونجا. طبعا الملك بيوافق على طول لانه عارف انه مش هيعدي من الاختبار ده. الكاهن بيقابل سيرمان وبيقول له عن السر اللي كان عمه مخبيه عنه، ان الملك اللي كان قبل مهام كان اسمه سرجان اللي هو ابوك، وعمك خبى الموضوع ده عشان كان خايف عليك. وقال له كمان ان ابوك كان ملك عادل وكان مهام شيخ التجار وكان من ضمن مجلس الشيوخ وكان عاوز يعمل سد على النهر عشان يجيب الذهب اللي تحت السد، بس الملك سرجان رفض لان الميه كده مش هتوصل المدينه. ولما عملوا تصويت الملك سرجان اخذ 7 اصوات ومهام اخذ 7 زيهم، والفاصل اللي كان بينهم هو الكاهن، ومن خوفه من مهام وافق على رايه. وهم شغالين في السد بيروح الملك سرجان العادل يرجع العمال لان السد منع الميه انها توصل للمدينه. بياخد مهام الذهب وبيحطه في بيت سرجان عشان يطلعه خاين قدام الناس، ومحدش قدر يقف قدام مهام، حتى عمك درجان خاف منه وسابه يقتل اخوه سرجان، ومراته لما شافت اللي حصل ماتت. عرف سيرمان هو دايما كان بيشوف المدينه دي والحيوان ابو قرن واحد ليه، والكاهن قال له انت يا ابن الوحيد اللي تقدر تخلصنا من مهام ومن شره. واحد من القافله بيروح لعمه درجان وبيقول له ان سيرمان لسه في المدينه وهو هيجي بعدين، بس عمه ومراته قلقوا لا يكون سيرمان عرف حاجه. بيدخل سيرمان الحلبه عشان يقابل بكار وزوكار، وكل الناس اتجمعت والملك قاعد وبيتفرجوا على سيرمان وايه اللي هيحصل له. بيخرج بكار وزوكار لسيرمان وبيتقابلوا وبيمسكوا سيرمان وبينزلوا فيه ضرب وما بيخلوش فيه ولا حته سليمه. سيرمان بيجمع قوته وبيصيب بكار في رقبته ومونجا اتضايق قوي. سيرمان بعدها بيهجم على زوكار لحد ما بيخلص عليه، بيهجم عليه بكار تاني بس سيرمان بيكمل عليه لحد ما بيمسك السيف عشان يقتله، بس سيرمان بيعفو عنه وبيسيبه يعيش. بيهتف الناس من فرحتهم باسم سيرمان، والكاهن بيقول له انت اللي هتنقذ المدينه. الملك مهام بيروح لابنه مونجا وبيقول له لازم بسرعه نتخلص من تشاني وابوها الكاهن وبعدها نقضي على سيرمان. في اللحظه دي مونجا بتسمع ان مونجا هينتقم من تشاني وسيرمان والكاهن. مونجا بعدها بيروح للمعبد وبيخلص على الكاهن قدام اللي كانوا موجودين، واي حد كان بيدافع عن الكاهن مونجا كان بيخلص عليه. بتجري تشاني ومونجا وراه عاوز يتخلص منها، وقبل ما يقتلها بيجي سيرمان وبينقذ تشاني وبيضربوا بعض لحد ما سيرمان بيقدر يتخلص من مونجا. وفي مراسم دفن الكاهن بتقول تشاني للناس كلها ان سيرمان هو ابن الملك العادل سرجان. وبيجي المجنون جاكيرو بيقول للناس انه كان عارف ان سيرمان هو اللي هيخلص المدينه من الملك مهام وشره. وبيجي عمه درجان ومراته وبيبص لهم سيرمان وهو بيبكي لانهم خبوا عنه الحقيقه. بتبدا الناس تهتف باسم سيرمان وبيقولوا له احنا كلنا معاك ومستعدين نحارب الملك مهام، وبيروح للمكان اللي كان ابوه سرجان متعلق فيه وبيبص له وهو بيبكي. وبيقرر الانتقام من مهام، بعدها بيعاتب عمه لانه ما قالوش الحقيقه من الاول، وبيفضلوا يعيطوا. ومرات عمه بتقول له احنا كنا خايفين عليك يا ابني، ولان سيرمان بيحبهم وعشان هم ربوه فسامحهم. الام لاشي وهي بتودع ابنها مونجا قالت لجوزها مهام ان ابنها مات بسببه، فبيروح ضاربها وبيسيبها ويمشي.
فبتديله المفاجأة وبتقول له ان سيرمان ده ابن سرجان اللي انت قتلته، وعشان كده سيرمان قتل ابننا مونجا وهي دي عدالة السماء. طبعا مهام بيتصدم وبيخاف لان سيرمان هيجي ينتقم منه. سيرمان بيراقب السد وبيشوف كولكا وهو واقف بين العمال واللي واقفين بيلموا الذهب عشان ياخدوه، ولما بيطلع فوق السد بيشوف قد ايه النهر كبير وان مهام قافل عليه بالسد ده. سيرمان بالليل بيعمل خطة عشان هم اللي ياخدوا الذهب، وبيراقبوا التاجر اشمي وهم لسه هياخدوا الذهب. بيروح سيرمان واللي معاه هاجمين عليه وضاربين اشمي وكولكا وبياخدوا السلاح والذهب اللي معاه. وبيقول سيرمان لواحد من الرجال تروح عند السد ولو الميه عليت هناك بلغني على طول. رجاله مهام بيبلغوه باللي حصل وان سيرمان هيخلي كولكا يعترف قدام الناس ان مهام هو اللي بياخد الذهب ويهربه. بيروح سيرمان للناس كلهم يبلغهم فعلا باللي عمله مهام وانه بيبيع الذهب مقابل مواد البناء بتاعه السد وكمان السلاح عشان يحارب مدينه هرابا، وده لانهم طردوه منها من زمان. ودلوقتي عرفتوا السد اتبنى ليه. سيرمان بياخد الناس وبيوصلوا للملك مهام، فمهام وهو لسه بيقول له انا محدش يقدر يوقفني عن اللي بعمله، راح سيرمان ضربه وموقعه على الارض على وشه. مجلس الشيوخ بيقرر ان الملك مهام لازم يتحكم عليه بالموت وانهم عاوزين سيرمان يبقى الملك، بس سيرمان قال لهم لا، الشعب هو اللي هيحكم المدينه. وهم واخدين مهام عشان يعدموه. الدنيا بتمطر وبيزيد منسوب الميه في النهر، وبيجي الشاب اللي بعته وبيبلغ سيرمان ان الميه بتاعه النهر جايه عليهم. سيرمان قال للناس لازم نخرج من المدينه بسرعه لان الميه جايه علينا وهتغرقنا. الناس في ثانيه بيطيروا وبيهربوا من المدينه، وسيرمان بيقول لمهام وهو مربوط شفت ازاي ان السد اللي انت عملته لحمايتك هيكون هو السبب في هلاكك، وبيسيبه في المدينه وبيمشي وبيخرج وبيشوف مجرى النهر وبيحاول يعمل خطه عشان الناس تعرف تعدي الناحيه الثانيه. بالفعل بيربط القوارب كلها جنب بعض وبيحطها في النهر بالعرض. الناس كلها بتعدي وبيبقوا في امان، بس جاكيرو المجنون لسه في المدينه، فبيرجع سيرمان تاني عشان ينقذه. ولما بيوصل له بيسمعه وهو بيقول انا اتولدت هنا وهموت هنا. فبيرجع سيرمان بسرعه عشان يعدي، فالسد بدا ينهار وهو بيجري عشان يعدي الناحيه التانيه، فبيقع سيرمان في الميه، بس بيفضل يقاوم ويعوم لحد ما بيوصل الناحيه التانيه من النهر. في اللحظه دي السد كله بيتدمر وبيقع، واهل المدينه واقفين بيتفرجوا على المدينه والميه بتغرقها وبتغطيها، والميه بتيجي على مهام وبتغرقه هو وجاكيرو، وبعدين بتطلع الشمس من اول وجديد. وبيروح سيرمان يشرب من ميه النهر وبيقول للناس الميه جميله وطعمها حلو. الناس كلها بتشرب من النهر وهم مبسوطين وسعداء لانهم هيبداوا حياه جديده وهيعملوا مدينه جديده ميزانها العدل. وسيرمان بيحضن تشاني وبيشوف الحيوان ابو قرن واحد وهو بيشرب من النهر واللي دايما كان بيشوفه في احلامه. وبكده ينتهي فيلمنا، وربنا ما يحرمنا ابدا من الافلام الجامده دي اللي مخليانا دايما معاكم. وما تنساش يا صديقي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بننزله. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك، ولو وصل الفيديو ل50,000 لايك هتلاقيني منزل لك الجديد.